مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل أفادت تقارير بأن جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري بصدد ولوج مسطرة القضاء لفظ نزاعه مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم على خلفية عدم تلقيه بإشعار الإقالة أو فسخ لعقده وإنهاء مهامه. وأوضحت التقارير بأن بالماضي يرفض الرحيل عن منصبه كمدرب لمنتخب الخضر، ويأتي هذا الاعتراض في الوقت الذي تم تعيين لجنة مختصة بدراسة ملفات المدربين المترشحين للإشراف على المنتخب الجزائري. ولفت المصدر إلى أن المدرب الجزائري ما يزال تحت وطأة الصدمة، إذ لم يستوعب حتى الآن الطريقة التي جرى بها استبعاده من قيادة منتخب بلاده بعد إقصائه من دور مجموعات كأس أفريقيا في نسختين متتاليتين. وشدد المصر ذاته على أن بالماضي يرى أن عقده ما زال ساريا مع الاتحاد الجزائري، على اعتبار أنه لم يستقل رسميا، كما أن الأخير لم يخطره بأي إشعار يؤكد فسخ ارتباطه معه. وتشير التقارير إلى أنه من المقرر أن يلجأ بالماضي للقضاء ما إن يتم تعيين مدرب جديد للخضر خلال الفترة القادمة. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.